كل سنة وانتوا طيبين ومعانا دايما فايزين. العيد السنة دي جايب معاه جوايز كتير. كل اللي عليك تجاوب على السؤال عشان تكسب معانا 6 جوايز قيمة كل جايزة 500 جنيه و6 جوايز قيمة كل جايزة 250 جنيه. اتصل من أي محمول على 1755 أو من أي خط أرضي على 09558. كم عدد تكبيرات صلاة العيد؟ 1 5 تكبيرات، 2 7 تكبيرات، 3 6 تكبيرات. اتصل من أي محمول على 1755 أو من أي خط أرضي على 09558. وكل سنة وانتوا طيبين ومعانا دايما فايزين. لعبة The Legend of Zorro دلوقتي معاك على موبايلك. اتصل من أي محمول على 1784 أو من أي خط أرضي على 09776 وحمل اللعبة على موبايلك. عيش مع لعبة Legend of Zorro واستمتع بيها على موبايلك. اتصل من أي محمول على 1784 أو من أي خط أرضي على 09776. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. مرحب بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده وبرنامجنا من البيت والشارع. حلقه النهارده حلقه غير عاديه مهمه جدا وبتهم الاسره المصريه وعنوانها الحياه الزوجيه بين الفتور والنفور. مفيش شك ان الكلمات زي الملل وانعدام لغه الحوار وغياب الاحاسيس كلها مرادفات بتؤدي الى الخرس الزوجي، والخرس الزوجي مفيش شك انه في الفترة الاخيرة اصبح ظاهرة مهم جدا كما هي العادة والسمة في برنامجنا من البيت والشارع ان احنا ننور عليها ونسلط عليها الضوء، لان كل هذه الامور ما هي الا مرادفات للقتل البطيء للحياة الزوجية. موضوع حلقتنا النهاردة زي ما اتفقنا مهم جدا تفاعلكم معانا، ارقام تليفوناتنا امامكم على الشاشة. نتمنى ان لو في اي تواصل اي تليفونات احنا فاتحين التليفونات ونحب نتبادل وجهات النظر في موضوع اعتقده مفيش شك انه كتير منا بصرف النظر بنعلنه وما بنعلنوش موجود في حياتنا ومش عاوزين نغمض عينينا عليه. عاوز اقول لكم كمان ان احنا هيكون معانا تفسير لمثل هذه الظاهرة، حالة ضغوط الحياتية من اول بقى الزوج اللي مطالب ان هو يوفر حياة مادية كريمة وان هو يشتغل عدد ساعات كتير من الشغل عشان يوفر مستوى مادي معين لزوجته او لاولاده. هل ده من ضمن العوامل؟ طب هل الزوجة بتبدأ الحياة الزوجية بشكل وبعد اول مولود بتتغير المشاعر والاحاسيس سواء غصب عنها او حتى يعني كسل منها، او ان الطفل مثلا او المولود خد كتير من اهتمامها بيأثر بالسلب على الزوج؟ هيبقى معانا النهارده تقارير مهمه جدا من الشارع كما هي العاده من برنامجنا من البيت والشارع. هنسمع اراء كتير من الاسر المصريه وهنستقبل ضيف مهم جدا معانا نحكي عن الجزئيه دي، لان احنا اتفقنا ان من البيت والشارع دايما بيهمه جدا كل ما هو موجود على الساحه المصريه والاسره المصريه. مساء الخير اعزائي المشاهدين، وعايزين برضه هنسال وجود الاطفال بعد الجواز بيغير الاحاسيس بين الزوجين من المشاكل اللي بيواجهوها في تربيه الاطفال من مدارس ومن مشاكل ماديه ومن كل الحاجات دي،
ولا الاحاسيس ديت والاختلافات ممكن تيجي نتيجه ان الزوج برضه بيعتقد ان طالما الزوجه موجوده يبقى ما فيش كلام حلو بيتقال ما بينهم، كلام خلص خلاص، لازم الزوجه برضه تخلي بالها ولا لا؟ الاسئله دي كلها هنسالها للدكتور معانا النهارده. وفي نفس الوقت عايزين نقول الحوار والفتور والحاجات دي كلها والمواضيع دي كلها هتاثر فعلا في الجواز وهتؤدي لخيانه الزوج او خيانه الزوجه برضه. يعني عايزين مع الدكتور هنتناقش في الحاجات دي كلها وهنشوف الخيانه الزوجيه عباره عن ايه، والاطفال وجودهم فعلا بيبقى ليه اسباب ولا لا، وهننتظر معاكم وهنشوف. ما بين الأسباب والأعراض والحلول شيء طبيعي، لما بندور على الظاهرة بنعرضها، بس الأهم إن إحنا بنضع عليها حلول. السؤال الأهم اللي حابب أقوله مع حضراتكم النهاردة، شفتوا معايا كلام زميلتي عبير ومقدمة برنامجنا معاكم، هل هناك أي مبرر أيا كان الدافع يبان منطقي جدا لأحد الزوجين سواء الزوج أو الزوجة؟ في بقى انعدام لغه حوار، في ملل، في فتور، الفتور زاد قوي فادى الى النفور الى اخر هذه الكلمات. هل هذا مبرر لخطر السقوط؟ السقوط بالمعنى المجرد بصرف النظر ان احنا بنختزله في كلمه الخيانه الزوجيه، لان كمان تتفقوا معايا موضوع الخيانه الزوجيه ليس فقط خيانه جسديه، الخيانه قد تكون خيانه فكريه، خيانه خياليه، يعني بمعنى اصح المعنى المجرد للخيانه الزوجيه اللي الناس كلها فاهماه متجسد في خيانه جسديه فقط، ما اعتقدش، لان موضوع حلقتنا النهارده بنعالج فيه قبل ما توصل لحافة الهاوية أو للسقوط أو لكلمة الخيانة الزوجية، أنت مطالب كزوج أو زوجة هتعمل إيه؟ إيه الدور اللي مطلوب اللي أنت تعمليه؟ وفي نفس الوقت الزوج، هل أنت انشغالك بالحياة العملية أو إن أنت بدأت تشعر بقى إن هي كانت بتحاول تبقى شخصية أثناء الخطوبة وبعد الزواج بقت حد تاني؟ عشان كده خليني عبير برضه أتناقش معاكم ومع السادة المشاهدين، هل تعتقدي إن أحد الطرفين بيحاول أثناء فترة الخطوبة والارتباط قبل ما نخش بقى بيت واحد، كل واحد بيحاول يكون حد تاني كي يعجبها وبيتصدموا بعد سنين معينة من الجواز، ولا أنت شايفة إيه؟ انا شايفه طبعا ان بيبقى الاختلاف هنا ان الزوج طبعا بيعمل كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله جدا بحيث ان هو يبقى مع الزوجه في منتهى الجمال وفي منتهى الرقه، وكذلك الامر الزوجه بمكياج ودنيا وحاجات حلوه كتير قوي قوي بتتعمل. طب الكلام ده كله بيروح فين بعد الزواج من الاثنين؟ فدي برضو اسئله هنسالها مع الدكتور. وفي حته كمان يا هاني برضو عايزين نقولها، ان بالنسبه للتكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي العصر دوت من يعني الكمبيوتر، من الاجهزه التلفزيون، من الحاجات دي كلها برضو على ما اعتقد ممكن هنشوفها اذا كانت فعلا ممكن بتاثر ولا لا. وحته كمان تانية برضو احب اضيفها، ان ممكن الزوج في بعض الاحيان بيحب قوي يريح اطفاله، فكلهم بيعملوا مناقشات سوا، انا عايز دي وانا عايز دي والكلام ده كله. هل من الصح ان الزوج يجيب لكل طفل حاجه عشان يبقى مستقل من ذاته، ولا ده برضه بيعمل مشاكل وبينتج عليه حاجات مش مظبوطه مع عبير قالت كلام مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. هل التطور التكنولوجي بكل ادواته اثر سلبا وحتما على حجم العلاقه بين الزوج والزوجه وداخل البيت المصري وكمان الاولاد؟ بمعنى ايه؟ هل الانترنت، الكمبيوتر، الدش ودنيا الساتلايت والتلفزيون او حتى كمان الراديو والجرائد، هل كل ده خلق عالم افتراضي كلا الطرفين او اي فرد من افراد الاسره بيتحرك، ده قاعد في اوضته على النت، دي بتسمع ميوزك، ده بيتفرج على التلفزيون، الاسم اسره وكيان، لكن الحقيقه كل واحد في وادي تاني؟ هل لمثل هذه التطورات التكنولوجيه تاثير واضح وسلبي على الحياه الزوجيه في البيت المصري؟ كل هذا واكثر هنتعرف عليه في حلقتنا النهارده، عشان كده متوقعها حلقه ناريه وبين قوسين جريئه، حبيبكم تتابعوها ويا ريت تشاركونا. عبير كمان كنت عاوز اقول ان الناس بتناقش لماذا يفتر الحب. الناس بتقول في غياب تعبير لفظي عن الحب. انت مثلا الزوج بيبقى في فتره بدايه الزواج بيقعد يقول لمراته كلمات لطيفه، الزوجه برضو ما احنا لسه قايلين ان قبل الجواز بتبقى جميله جدا ولذيذه قوي، تيجي بعد الجواز لما تجيب اطفال هلاك اليوم وتعب اليوم، يجي الزوج ما يلاقيش الجمال اللي هو متعود عليه ولا الحاجات دي كلها. فبالتالي بيلاقي طب انا اقول الجمال يعني كلمات الحب اقولها لمين والحاجات دي كلها، طب فين اللي انا كنت بحب فيها؟ يعني نتمنى ان الاثنين يشوفوا مع بعض برضو فين اخطائهم، عشان الخرس الزوجي بيجي اكيد
نتيجه كل الحاجات دي والاختلافات. طيب عبير، خليني معاكي ومع الساده المشاهدين النهارده، بما اننا احنا بنحاول نبقى على ارض الواقع، مش بنرسل حاجات اكاديميه بس او علميه من واقع اوراق او ابحاث او دراسات معينه. انا حابب النهارده زي ما اتفقنا ان من البيت والشارع، من قلب الشارع المصري. على سبيل المثال عبير، خليني احكي لك حكايه مع الساده المشاهدين كده برضه نبقى الناس فاهمينها. صديق شخصي أيوة. بيقول لي ان هو بدأ قصة حب مروعة جدا. تمام. في بداية فترة الخطوبة قبل ما يوصل للارتباط وان هي تبقى مراته في بيته. تمام. قال لي اول سنة جواز في اول شهر لقيت ان انا كل يوم قبل ما اصحى من النوم الاقي علبة العصير وكوب اللبن وسندوتش الجبنة الرومي وسندوتش الجبنة البيضاء وكمان سندوتش اللانشون. قال لي بعد اول شهر يا هاني لقيت ان سندوتش اللانشون اتشال، بقى الجبنة الرومي والعصير واللبن. فات شهر كمان كوبايه اللبن اتشالت وبقت كوبايه العصير والسندوتشات. فات 3 شهور ولا 5 شهور لقيت كوبايه اللبن بس. بعد سنه جواز بقول لها فين الفطار؟ قالت لي قوم وضب لنفسك. طب ما في حته ثانيه برضه عايزين نقولها يا هاني، كده هو شاف ان هي مقصره في الحاجات دي كلها. طب ما هو ممكن هو العكس، ممكن يكون هو نفسه عامل حاجات مختلفه. يعني هي كانت بتحط له العصير وكمان ما فيش شكرا، ما فيش ميرسي، ما فيش وجهه نظر. يعني برضه انها تاخد وتدي معاه. يعني انا دلوقتي بعمل لك حاجه من الطبيعي ان انت تقول لي ميرسي عليها، تقول لي شكرا، تحسسني ان انا اهتمامي معاك اهتميت بيا. فلازم يكون في تبادل ما بين الاثنين. فاستحاله انا اجيب الخطا هنا والخطا هنا، اكيد في تبادل في الاخطاء. تمام. بس كل واحد لازم يشوف ايه خطأه ايه ويعالجه. وده المهم ورسالتنا النهارده من البيت والشارع. علشان كده عشان ما حدش يتصورها ان احنا بنتبادل الاتهامات ما بين الرجل والمرأة، ما بين الزوج والزوجة. كلنا عاوزين نحل، الزوج والزوجة نواجه بعض بمنتهى الصراحة علشان نحط ايدينا على الحلول. احنا هنا ولا بنتجنى على طرف دون الاخر، بالعكس انتوا شايفين بيقدم البرنامج الاستاذ عبير والاستاذ هاني، فمعنى كده يعني بمعنى صح ممثلين رسميين عن الجنسين او الزوج والزوجة. علشان كده اسباب الغرض الزوجي زي ما اتفقنا النهارده بين الفتور، في طبعا بيبقى اسباب كتير علميه هنناقشها معاكم في اخر حلقتنا، زي التعود على نمط محدد من الحياه، ده بيولد روتين، وفي كمان عدم القدره على الغريزه لما يجعل الطرف يبحث عن ذلك خارج البيت. خدوا بالكم عشان دي جزئيه مهمه جدا. وكمان استغناء احد الزوجين باهتمام او اشتغال احد الزوجين بالعمل على حساب الحياه الزوجيه. تولد المشاكل عاده في الاسره بسبب الاطفال وعدم الرغبه في الجلوس معهم لحل مشاكلهم. كل هذا واكثر زي ما اتفقنا بتبقى مجرد اسباب لانتشار او ترسيخ ظاهره الخرس الزوجي اللي بتؤدي بعد كده لتوابع نتمنى ان احنا ما نوصلهاش. زي ما اتفقنا ان مفيش اي مبرر للسقوط او الخيانه مرفوضه ايا كان الدافع. يلي بتسمعونا عبير أكيد. نطلع فاصل سريع يكون ضيفنا ونستقبل بعد فاصل سريع اللي هينورنا النهارده وهيضيف لنا اكيد الدكتور إلهامي عبد العزيز، استاذ علم النفس بجامعه عين شمس، عشان نتكلم معاه في الخيانة الزوجية والفتور والنفور والخرس الزوجي، وهل هناك أسباب نفسية ولا دي أبعاد اجتماعية ولا هي جين موجود ولا دي بطبيعة بني آدمين ولا الحكاية ماشية إزاي ورايحة فين. هنطلع فاصل سريع استقبل بعديه ضيفنا المهم جدا واكمل حلقة جريئة جدا. فاصل سريع محدش يتحرك وحضروا أسئلتكم المهمة جدا عندنا عشان إن شاء الله يكون في حلول معانا، واستنونا راجعين تاني. يلا بينا.
الابراج اليوم حنكون نحن وياكم بخبايا الابراج ما بين برج المراه وما بين برج الرجل. شو الفايده فيهم؟ كيف رح تقدروا تتعاملوا بحياتكم اليوميه الاجتماعيه اللي عم تعيشوها من خلال مشاكل عديده ومن دون ما تبقوا عارفين شو سببها. برنامج خبايا الابراج رح يقدم لكم الحل معنا على قناه العروبه. يا ما حصلت مشاكل كثير ما بين الحبيب وحبيبته، ما بين الزوج وزوجته بسبب اختلاف الابراج، لانه اختلاف الابراج ما بين الترابي والمائي والهوائي بيلعب دور كثير كبير. فك الاعمال والاسحار بحياتنا هذا امر طبيعي انه يكون موجود، ولكن له طرق معينه وشرعيه، مش مين مكان ولا فيكم تامنوا لمين مكان. لذلك نحن ممكن من خلال هالقناه نوجهكم بالطريق الصحيح والسليم والشرعي والقانوني كيف تريحوا حالكم وتساعدوا حالكم وتحلوا مشاكلكم بحياتكم اليوميه لترتاحوا، لانه في كثير ناس عم بتعاني من هالمشكله ولكن مخبيين. هو خوف، هو استحى، هو لانه فعلا مش عم بيلاقوا حدا صادق معهم. ولكن ابو علاء عودكم دائما يكون موجود معكم ويكون لإلكم ويحاول على قد ما بيقدر يكون بخدمتكم. لذلك كونوا معنا بهالبرنامج على الهواء، رح نكون نحن وياكم ونحل هالمشاكل باذن الله. عالضيق برنامج بيهتم بالفنون المستقلة اللي بتقدمها الناس. وهي بقت مستقلة لأنها ملهاش لا نقابة ولا رقابة ولا حد يقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا. ما بيدعمهاش غير الناس اللي بتحب تلعبها. واحنا هنروح لهم ونسمع منهم اكتر في عالضيق. وانا بكره معطل وانت مداوي. الرئيس حسني مبارك ليا معاه اكثر من موقف. ده ابراهيم عيسى لما طلع اشاعه ان مبارك تعبان. مين حضرتك؟ قال انا مكتب الدكتور زكريا عزمي. علاقتك ايه بقى بجمال وعلاء؟ هو بس ما حصلش نصيبه مش اكتر. صاحب نظريه ان الجواز ده ابتلاء. لقيت واحد محبوس لو دورت عليه تلاقيه وراه واحده ست. عمرو اتجوز عرفي، عمرو طلق فلانه. وانا قلتها له على الهوا هذا القرار يحمل فتيات الغباء السياسي. فعلا تم لقاء بينك وبين خيرت الشاطر؟ وقلت في الاخر انا ان انا حمار ان عملت الثلاثه دول. حلو. اخترقنا الحواجز وكشفنا المستور لنفتح أكبر ملفات للفساد في محافظة البحر الأحمر. لماذا لم تفتح ملفات الفساد حتى الآن؟ وما السر في ذلك؟ انتظرونا وبرنامج الغردقة اليوم على قناة العروبة. ناصر محروس. قضايا وطن، هذا البرنامج معني بالقضايا الاستراتيجية والحيوية. تعد قضية الأمن القضية الأخطر والأكثر أولوية في كافة المحافظات الحدودية. لا نقف عند تصريحات الأخ البلتاجي أو الأخ عصام العريان. اتحاد عمال مصر هو اتحاد دائما متحالف مع أي نظام موجود، وبالتالي هو لا يمثل الصوت العمالي الحر. قتل الإرهابيين وعمليات في جبل الحلال للأسف بيانات كلها غير حقيقية. سيناء قطعة غالية من أرض الوطن، دفع المصريون الكثير من الدماء في سبيل تحرير هذه الأرض. أي نظام وطني سيتعامل مع مصر مع فلسطين باعتبارها قضية أمن قومي مصري وباعتبارها قضية عربية. ده موقف محترم جدا جدا. نأمل طبعا أن أنتم تبقوا معانا وتتواصلوا معانا من خلال وسائل الاتصال اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة.
الجديد اعزائي المشاهدين، والجزء الرئيسي في من البيت والشارع. انضم لينا بعد فاصل سريع اللي بيشرفنا النهارده واللي مهم جدا كلنا نستنى كلامه. انا شخصيا على المستوى الشخصي منتظره جدا، افهم وجهات نظره وارائه العلميه الايجابيه جدا في موضوعنا النهارده. برحب على طول بالدكتور الهامي عبد العزيز، استاذ علم النفس بجامعه عين شمس. برحب بيك دكتور الهامي ومنورنا. اهلا بيك يا استاذ هاني، واهلا بيك يا استاذ عبير وكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. حضرتك عايزين النهارده نتكلم بالنسبه للخرس والفتور الزوجي، وعايزين نسال حضرتك ممكن تكون شايف الخرس الزوجي او بمعنى صح السكوت بين الزوجين في الحوار وانعدامه ساعات، ايه وجهه نظرك فيه؟ شوف حضرتك، يعني من الدعابات اللي بتتقال ان لما الواحد يبقى شايف اتنين راكبين في عربيه، الاتنين باصين لبعض مش باصين للطريق، يبقى الاتنين مخطوبين او الاتنين في بدايه الزواج. تمام. الاتنين بدأوا يركزوا على الطريق وكل واحد فيهم باصص يبقى دول متجوزين قدام. دول متجوزين متجوزين بقالهم سنتين. كل واحد فيهم بقى باصص للشباك، يبقى دول يعني على فترة في الزواج. فترات للنظر نفسه من الزوج والزوجه، في فترات ان دي بتعرفني بالظبط الجواز قد ايه والدنيا قد ايه. ودي بترجع لجوانب متنوعه، منها على سبيل المثال لما يكون واحد فيهم حاطط في دماغه ان هو عايز التاني على شاكلته، يعني عايز يطبع التاني بطباعه، ومش مقتنع بان التكامل المفروض يكون في عمليه التنوع ما بين الزوج والزوجه. بتحصل. احنا مش زي بعض، لكن المفروض ان كل واحد فينا يتقبل الاخر مهما كان هناك درجة من درجات الاختلاف، ويعرف ان الاختلاف ده هو ده اللي بيرتقي بالحياة، هو ده اللي بيخلينا نعرف معاني جديدة للحياة. تخيلوا ان الواحد كل اللي بيقوله صح، طب يبقى هنتكلم في ايه؟ ما هو لازم يبقى في وجهات نظر، لازم انك انت تفيدني زي ما انا بفيدك. فالانسان المتسلط، الانسان اللي بيبقى عايز ان هو يخلي التاني على طباعه، مش بيقول لك ايه ابنك على ما تربيه، تمام، جوزك على ما تعوديه. ايوه بقى بتحاول تعوده فعلا وهو بيحاول يعود، ده اكيد، وكل واحد فيهم بيحاول يتني التاني عشان يبقى هو. دكتور الهامي اسمح لي نعم. انا حابب دايما مع حضرتك وفي برنامجنا من البيت والشارع ان انا اتكلم يعني انجاز التعبير بلغه الشارع وبلغه البيت. كلام حضرتك جميل جدا وعلى راسي، بس كتير من اللي بيشوفونا دلوقتي يبقى عاوزين يقولوا حاجه. هل حضرتك في الاجابه دي واخد في الاعتبار طبيعه الراجل الشرقي اللي هو دائما وابدا عنده النزعه الرجوليه عاليه جدا؟ انا بصرف النظر عن كلمه السيد عشان الكلام برضه ما يتفهمش غلط، صحيح. لكن دائما وابدا هو رب الاسره، هو الراجل، هو المسؤول الاول والاخير، هو اللي طبيعي ان هو حتى بحكم الشرع والدين الرجال قوامون على النساء الى اخر هذه الكلمات. زائد بقى الجزئيه الاهم من سؤالي مع حضرتك، فترة الخطوبة عملوها ليه؟ هو انا لسه هختبرك بعد ما اتجوز اشوف مين فينا هيتني التاني ويمشي على الكلام ده، ولا ايه رأيك؟ شوف حضرتك، اتفضل. عملية السيد وبتاع ده في الفيلم، لكن ممكن السيد في البيت ما بيبقاش السيد ولا حاجة. كويس. يعني برضه هقول لك دعابة كده دمها خفيف. اتفضل. قالوا عملوا مسابقة لمجموعة من الرجال، لو سمحتوا الراجل اللي بيسمع كلام مراته يتقدم خطوة للأمام، فكل المتواجدين تقدموا خطوة للأمام إلا واحد، فعملوا له احتفال رمز بقى للرجولة والسيد الوحيد اللي ما بيسمعش الكلام. قالوا له احنا عايزين نعرف ايه سبب هذا هذه الشجاعة. قال لهم والله مراتي قالت لي اوعى تتحرك من مكانك. فعملية السيد يعني بصرف النظر عن مين اللي عايز يمشي الآخر، لكن هي العملية ان نحن مختلفين ويجب ان نعترف اننا مختلفين، والحياة تستمر من خلال التكامل وليس من خلال ان كل واحد فينا يمشي التاني على هواه. وبالتالي الفرد المتسلط بيؤدي في النهاية الى الخرس الزواج. ما دام كل اللي انت بتقوله هقول لك حاضر ونعم وطيب، ممكن اعمله وممكن بس هودك، لكن من وراء اعمل اللي انا عايزه. ده شكل من اشكال او اسباب سبب تاني
عملية الفجوة الكبيرة جدا في الجانب الثقافي ما بين الزوج والزوج. مهم قوي ده. لما يكون واحد فيهم بيتكلم وشايف ان التاني مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، مش عارف مفيش يتناقش لغة مشتركة بينهم، مفيش هوايات مشتركة بينهم، مفيش حاجة يتكلموا فيها، برضه هنبص نلاقي عملية الخرس الزواجي. عملية ان الحديث يقتصر فقط على المشاكل. تمام. هات 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 هات، كويس. فيجي مثلا يقول لها يعني هو كل كلامك هات، مفيش خد. يقول له طب خد صلح التلفزيون. يعني كويس؟ حضرتك برضو بتقول ان اتفضل حضرتك كمل. فهنا عملية برضو كثرة المطالب تؤدي أيضا إلى الخرس الزواجي. سبب رابع بقى وسبب جوهري، عملية النماذج التي نشئنا من خلالها، نموذج الأب ونموذج الأم. يا ترى كان في بينهم وبين بعض حوار ولا كانوا ساكتين؟ بتأثر حتما على طبعا. يعني لما يكون أبويا وأمي اتعودت، أنا باخد النموذج اللي موجود، الأب بقلده بالظبط زي ما هو بيعمل. هنبص نلاقي، لأن هنا كل واحد فينا على فكرة. طب يعني مع احترام حضرتك، يعني دلوقتي نقول مثلا لو الزوج كان والده واخد على انه هو مسيطر او على طول متحكم في امه، يعني كزوج يعني نعم. شايف والده كده فبيقلده، ولا هو بيبقى عايز الست نفسها المرأة نفسها ان هي عشان في بيته خلاص مش مهم، مش هكلمها او ما اهتمش بالكلام على انا كده كده هي معايا مش هتروح في حته. نعم. فحضرتك تقول له ايه في الموضوع دوت، يعني راي حضرتك ايه فيه؟ يعني بص حضرتك، دايما احنا بنتوحد بالنماذج اللي موجوده، يعني باخد السلوكيات اللي موجوده. يعني سواء استاذ هاني او حضرتك وانتوا صغيرين في تعامل الاب معاكم، تمام، هتبص تلاقوا وانتوا صغيرين كنتوا تقولوا ايه؟ احنا لما نكبر مش ممكن نعامل ولادنا بالطريقه ديت، ليه بيتحكموا فينا؟ ليه بيسووا؟ ليه بيعملوا؟ بنحس ان في حاجه مختلفه. هتبص تلاقيكي دلوقتي واخده النمط الحالي بيحصل معايا الاصل تقريبا. تمام. ده بصرف النظر عن المستوى التعليمي يا دكتور للزوج. بالظبط. يعني اتعلمت اكتر مثلا من والدي او وصلت لمكانه علميه واجتماعيه مختلفه عن طبيعه حياتك صحيح. مثلا. الا اذا بدات يعني نعمل عمليه اعاده لتوعيه في كيف ننشئ الابناء. يعني هنا ابتدي اتدرب، ابتدي ما اقولش انا بربي زي ما اتربيت، لان لن الزمان هو الزمان، تمام، ولا المكان هو المكان، ولا الظروف هي الظروف. تمام. وبالتالي انا مثلا لما كنت ابويا وامي بيربوني، مجرد ان انا بدخل البيت وبقفل الاوضه على نفسي خلاص بيحطوا في بطنهم بطيخه صيفي ومطمنين 84 قرار. يا ترى كل اب وكل ام دلوقتي لما ابنهم يدخل ويقعد لا طبعا في الاوضه بيطمنوا؟ لا ما بيطمنوش. ليه؟ لان بقى ده نرجع بنقول نتيجه التكنولوجيا حضرتك وفي يعني في عشرات من المتغيرات. فما ينقصنا فعلا بشكل عام ومرتبط بالحياه الزوجيه، مرتبط بتنشئه الابناء، مرتبط بكتير من المشكلات اللي احنا بنشوفها، هي عمليه ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع التوعيه وليست الاميه في عمليه التنشئه. لان احنا ما نعاني منه حقيقه هو أمية التنشئة. طب التوعية يا دكتور تبدأ في مرحلة الاختيار، يعني هل التوعية دي المفترض تبدأ للشاب أو للفتاة قبل ما يبقى زوج وزوجة؟ مفترض إن أنت عارف قبل ما تخش على إقدام إن أنت يبقى لك بيت وتبقى أب في يوم من الأيام أو تبقى أم، مفترض إن أنت حجم التوعية بادئ بدري، إن أنا أختار صح من الأول عشان الفجوة أو الجاب ما تبقاش موجودة مني. ممكن تستغرب إن هي تبدأ إمتى؟ أقول لك تبدأ إمتى؟ لا أنا عاوز أعرف. من 6 شهور. وهو عمره 6 شهور؟ وهو عنده 6 شهور. فاشرح لنا بقى الكلام ده، كلام كبير. يعني ازاي وهو عنده 6 شهور؟ انا هنا عايز اعلمه كيف يتحمل المسؤوليه. هل المسؤوليه بتاع طفل 6 شهور ده يعني ان انا هديله المصروف ولا هقعد احاوره؟ لا، ده المسؤوليه هنا بتبدا ان هو يعرف يمسك البابرون، يعتمد على نفسه في ان هو يمسك البابرون، يعتمد على نفسه لما يكمل 10 شهور ولا 12 شهر ان هو ياكل نفسه بنفسه.
ما تبقاش الام ماشيه بالمدفع الرشاش المتمثل في الطبق والمعلقه وتفضل تزغط فيه، وبالتالي هنا هتبص تلاقي في عمليه عناد. طب مش واكل. فهنا طيب افرش له المشمع، يلخبط وشه ويلخبط، لكن هتبص تلاقي اتعود بعد كده من خلال التفاهم جو الحوار. يعني مثلا الخرس الزواجي يبدأ من الخلل في مثلث التنشئة. ازاي؟ مثلث التنشئة زي ما بنقول دايما بيقوم على 3 أضلاع: الحب والتفاهم والحزم. الحب العاطفة اللي هي كانت بدأت مع الزوج والزوجة، تمام، ولازم ان اللي قدامك يحس انك انت بتحبه، لان في فرق بين انك انت تكون بتحب الانسان وان الانسان يشعر بحبك له. طب انت مقتنع معايا ان تفاعل الجمهور شيء ايجابي جدا في موضوعنا المهم أكيد جدا؟ طيب أكيد. ناخد مدام منى من القاهره نشوف ايه الاخبار. طيب معانا مداخله مدام منى من القاهره. مدام منى. الو مساء الخير. مساء الخير. بحيي حضرتك يا استاذ هاني، وبحيي الاستاذ عبير، وبحيي الدكتور. كمان بحيي البرنامج بتاعكم. بحيي جدا الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه النهارده. بس انا متابعه كويس جدا برنامج حضرتك المره اللي فاتت انت والاستاذ عبير. شكرا. لو سمحت بس يا استاذ هاني ليا سؤال بسيط جدا للدكتور. اتفضلي. دكتور حضرتك بتقول المتغيرات اللي احنا موجودين فيها هي السبب مثلا في الخرس الزوجي، هي السبب في الفتور الزوجي، الحاجات دي. طب من وجهة نظر حضرتك المفروض ان انا الحق الموضوع ده امتى قبل ما يحصل عندي فتور او قبل ما يحصل عندي خرس زوجي في البيت؟ طيب الحوار ده بيكون بالنسبة للراجل ولا بالنسبة للست؟ هل الست هي اللي بتكون العامل الاساسي عليها في ان يحصل فتور ويحصل خرس، ولا برضو على اساس ان الراجل اهتمامه بشغله واهتمامه ان هو بلقمة العيش وان هو يوفر حياة كريمة للاولاد ده بيكون اساسا سبب في ان هو يحصل خرس زوجي؟ طبعا جاي تعبان من الشغل، مش قادر، مش عايز اتكلم طول النهار في شغله، فبالتالي هو عايز يجي البيت مجرد ان هو يرتاح خالص، مش عايز كلام نهائي خالص، مش محتاج ان هو يعمل اي حوار مع الزوجة. فانا عايزه اعرف هل الاساس في الحوار ده بيكون الزوجه ولا الزوج؟ متشكره جدا لحضرتك وبشكر البرنامج. انا كمان مدان ان انا اشكر ذوقك ومتابعتك لينا مدام منى، وبحييكي على السؤال اللي في صلب موضوع حلقتنا اللي هو الخرس الزوجي يا دكتور. السؤال انا ولا هو؟ مين فينا المسؤول؟ طب ما انا بعمل اللي عليا وهو يقول انا بعمل اللي عليا. القضيه ازليه وفي نفس الوقت هي محلوله من خلال الامثال الشعبيه المصريه. القفه ام ودنين بيشيلوها 2. كويس؟ ما اقدرش ان انا اجي على طرف في مقابل اخر. في صحيح تقدير للاوضاع، ما هو ممكن الزوج بيشتغل والزوجه بتشتغل، يعني ممكن طرف تاني يقول ده انا باجي من الشغل واطبخ للولاد وبعد كده اذاكر له، طالبه ان انا اخلي بالي منه. تمام. كويس؟ فهنا احنا تقدير كل منهم للآخر ده شيء جميل جدا. كويس؟ وبالتالي هنا دي مسؤولية مشتركة. طيب ازاي ان احنا ما نوصلش الحال يعني لحد عملية الخرس الزواجي؟ لو لقيت ان في بدأت عملية الفتور، على كل طرف منهم ان هو يشوف الهوايات المشتركة، الحاجات اللي بيحبوا يتكلموا فيها. مفيش مشكله. المهم مين يبدا بقى يا دكتور الهامي؟ المهم نبدا، مفيش حد هو اللي يبدا. يعني حضرتك كمان عايزين نقول ان المشاكل نفسها بين الزوجين لما بتبدا ده بيأثر على الاطفال. ده بالتاكيد بيأثر على الاطفال. وده المفترض في الاعتبار برضه جدا. ده لازم ياخد في الاعتبار. يعني مثلا نفترض الزوج بيحب يشوف المباريات. تمام. كويس؟ وهي ما بتقبلش. معركه الريموت. العلاج بقى يكون ايه ساعتها؟ يعني لو جت مثلا حتى بين الشوطين، ها الفريق بتاعك عامل ايه؟ طب تتجاوب معاه، يعني تحسسه ان هو حضرتك حابه اللي هو بيشوفه. احنا بناخد منين؟ لو انا قعدت جنب حد ما اعرفوش، ايه اللي بيحصل؟ ما اقدرش اقعد ساكت وهو ما يقدرش يقعد ساكت، فبنشوف ايه؟ اللي بينهم مشترك. تمام.
تبص تلاقينا بقى نتكلم في كوره، الكوره، سياسه، فن، اي حاجه نتكلم في احوال المجتمع. فالحوار بيبدا من هنا عشان في تفاهم. يكون في حاجه مشتركه. احنا هنا بندور على الارضيه المشتركه اللي موجوده ما بين الزوجين، حتى لو كانت الاولاد ممكن ما تكونش في المشكلات الضخمه، لكن ان شاء الله حتى ايه مشاكل ضعيفه. تفتكر مثلا احنا عايزين ايه من ولادنا، كويس، ايه اللي نفسنا نحققه معاهم، نحط اهداف، كويس، ونتكلم كل فتره يا ترى احنا حققنا ايه من الاهداف دي مع الولاد. تمام. يعني لو احنا عايزين ابننا يتحمل مسؤوليه، يا ترى هو وصل في تحمل مسؤوليه لايه؟ لقيته تعبان النهارده، مفيش داعي ان انا اكلمه، لكن دايما بيبقى في ايه؟ خلفيه مشتركه، في اهداف مشتركه. طيب انا عاوز اعدل الخلفيات المشتركه والاهداف المشتركه والوصول بالموضوع او كلام حضرتك اللي انا فاهمه يا دكتور الهامي، ان انت عاوز تخلق لغه الحوار حتى لو في اي شيء من متعلقات الامور الحياتيه بينهم، بس المهم ما نوصلش للفتور اللي من شانه يؤدي للنفور اللي بعد كده يودونا حتما لمشاكل هي الاعمق. وليكن برضو اللي محتاج اخد راي حضرتك فيه ان ممكن لو استمرت الحاله ومحدش فيهم حاول يعالجها نوصل لمرحله لا قدر الله الخيانه او البعد، او كلا الطرفين بقى يلاقي ضلته في حته ثانيه. عشان برضو الموضوع يبقى نتكلم بصراحه زي ما اتفقنا بشكل جريء في برنامجنا، موجوده هذه الاشياء في مجتمعنا يعني. طيب انا اعزائي المشاهدين طبعا في الاستوديو والدكتور الهامي منورنا، بتسمعوا معانا وجهات النظر. باكد تاني ارقامنا امامكم على الشاشه، اللي حابب يعمل مداخله يستفسر يعلق على كلامنا يا اهلا بيكم. بس دلوقتي خلونا مع الدكتور الهامي نطلع نشوف تقرير سريع من قلب الشارع لما سالنا الزوج والزوجه ايه الحكايه بينهم قبل وبعد واثناء مرور سنين معينه من الزواج، كانت الامور ماشيه بينهم ازاي. نشوف التقرير ونرجع نكمل موضوعنا المهم جدا مع الدكتور الهامي. نشوف التقرير. شكل العلاقه بين الزوج والزوجه بعد عدد سنين معين من الجواز، ايه اللي بيحصل داخل البيت المصري خصوصا بعد الضغوط الحياتيه، دنيا العمل، الاب دايما عشان يوفر حياه كريمه شيء طبيعي ان هو يبقى بيشتغل اغلب الوقت بره البيت. فخليني كده اسال حضرتك، انت متزوج الاستاذه بقالكم كام سنه؟ بقالي كده يعني 5 سنين. بنتكلم دايما مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بمنتهى الصراحه والوضوح. 5 سنين نقدر نقول كبدايه سريعه كده، المشاعر لسه هي ولا الامور بتتغير من ضغوط الحياه؟ هو اكيد طبعا دي يعني ضغوط الحياه وضغط الشغل والاحداث اللي احنا بنعيشها دلوقتي دي بتاثر طبعا بالسلب على حياتنا يعني الزوجيه، لكن طبعا هو يعني الحب ما زال موجود، بس يعني المشاكل اللي احنا بنواجهها وضغط الحياه والشغل وكده دي طبعا بتاثر شويه، يعني ده لازم طبعا نجيب شويه مشاكل كده يعني. طيب بعد 5 سنين زواج طبيعه لغه الحوار بينكم زي ما هي ولا الكلام قل شويه؟ بالعكس انا حاسه ان الكلام زاد، لان في مشاكل كتير بقينا نتكلم فيها اكتر ما كنا مخطوبين، سواء في مشاكل الولد او في مشاكل البيت، ومش مشاكل وبس بقى يعني في لغه حوار اكتر، يعني سواء في حياتنا العامه، اساليبه هو في حياته بره عامله ايه، واساليبي انا في حياتي في شغلي برده عامله ايه. انا حاسه الحوار كتر يعني. كتير من الناس في المجتمع بتقول ان طبيعه الكلمات بعد عدد معين من سنين الزواج بتبقى مرتبطه بالبيبي، هنعمل ايه، المدرسه، المصاريف، الدراسه. هل لغه الحوار بقت كتير من ده وقليل على مستوى المشاعر بقى الزوجيه او العاطفه، ولا دي برضو ليها مساحه حتى بعد 5 سنين زواج؟ هي بصراحه قلت شويه، بس يعني بنحاول ان هي تبقى مش قليله قوي، ترجع زي ما كانت يعني، بس هي قلت شويه. يبقى الكوره جت في ملعبك، ردك ايه؟ هو فعلا هي قلت برضو يعني طبعا يعني اغلبيه وقتي مثلا بقضيه في الشغل، بكون تفكيري كله وذهني مرتبط بالشغل والمشاكل اللي انا بواجهها في شغلي وكده، فدي بتاثر برضو عن لغه الحوار ما بيني وبين مراتي في البيت. لكن طبعا من وقت للتاني لازم نناقش نشوف ايه متطلبات الحياه اللي احنا بنعيشها، لازم اتكلم معاها طبعا من وقت للتاني في المشاكل مثلا ممكن انا بواجهها في شغلي، في المشاكل اللي عندها، اي مشكله لازم مواجهتنا لازم نقعد بشكل يعني عقلاني شويه نقدر نحلها يعني. لكن في اغلبيه الاوقات طبعا الواحد طبعا بيكون ذهنه مش صافي يعني. طب قول لي بصراحه، بعد ربنا رزقكم بالعسول النون الجميل ده، حجم اهتمامها بيك هو ولا قل؟
لا هي بصراحة لا هي يعني دي يعني هي يعني مسببة مشكلة صغيرة اللي هي طبعا اهتمامها قل شوية بسبب برضه يعني غصب عنها، يعني هي بسبب طفل محتاج رعاية كاملة وكده، وبالاخص اللي هو شقي شوية فيعني موجهة اهتمامها اكتر يعني للولد. حاول يكون لطيف ورقيق جدا في الاجابة، لازم انت اللي تدافع عن نفسك في السؤال ده. مظلومين بصراحه، يعني كتر خيرهم، اولاد شقيه وخاصه كمان اللي معاها ولد عكس البنات شويه. بس انت بتعملي واعتقد ده برضه بيبقى بيزود لود جامد جدا يعني، بس انا بينك وبين نفسك بصراحه انت حاسه ان انت اهتمتي يعني غصب عنك ان الولد خد مساحه اكتر من حياتك معاه في البيت عنه قبل الخلفه؟ بصراحه صريحه قوي صراحه بس شويه مش حابه كتير. طيب قولي لي الولد بتلاقي معاه معاناه في ان انت بتقاوميه بشكل مظبوط وتتعاملي معاه بشكل منطقي، خصوصا ان في دلوقتي التلفزيون هو بيقعد قدام التلفزيون اطول وقت، ممكن يبقى متلقي سلبي، الاغاني الشعبيه اللي هي الكلمات الدارجه اللي سمعناها كلنا في الفتره الاخيره، هل انت بتقعدي بينك وبين ابنك توجهيه في طريقه تربيه بشكل سليم بعيد عن الواقع اللي احنا شايفينه اللي بقى فيه تلوث سمعي وبصري كتير؟ بص بصراحة أنا ما عنديش نقطة إن هو يقعد يسمع أغاني شعبية أو نقطة إن هو يتفرج على التلفزيون طول النهار، لا، إحنا لينا ليميت معين ووقت معين، سواء بعد شغلي في التزامات هو بخليه يعملها معايا، سواء دفوار عنده أو أي حاجة في الحضانة بتاعته، وبعد كده بسيب له بريك لمساحة معينة سواء يتفرج الكمبيوتر أو التلفزيون، لكن طول الوقت لا. طيب بمناسبة الكمبيوتر والتلفزيون، مع تطور التكنولوجي وان البيت بقى في الانترنت والتلفزيون والدش الى اخر هذه التطور من التكنولوجيا، هل ده اثر على حجم الكلمات والمسافة الزمنية اللي بتتكلم فيها مع المدام في البيت؟ يعني هل مثلا كل واحد بيتفرج بقى على فيلم على مسلسل بيقعد على الانترنت، هل ده موجود دلوقتي داخل البيت المصري ومعاك انت تحديدا؟ هو موجود بس مش بنسبة كبيرة يعني هو طبعا انا ما بخصصش كل الوقت اللي انا افضل قاعد شغل كل اهتماماتي بالنت او التلفزيون او كده، لا لازم برضو يعني احاول انظم وقتي شويه، في وقت اللي احنا مثلا ممكن نجتمع كلنا نتفرج على حاجه في التلفزيون او لو انا حتى لو قعدت لوحدي بتفرج على حاجه معينه او بشغل نفسي مثلا بخبر معين على النت او حاجه، لكن لازم برضو في نفس الوقت اشوف ايه المتطلبات اليوم اللي عندي اللي انا ممكن اناقشها مع مراتي يعني وكده، لازم نقعد برضو نتكلم شويه في مشاكلنا الشخصيه وكده أعزائي المشاهدين، وشفنا التقرير اللي معانا وشفنا الزوجة والزوج بيقولوا رغم ان هم كانوا سعداء جدا قبل الخطوبة، بس لما بدأت المشاكل بتاعة الأطفال تبدأ تجهز معاهم أو بدأت يشوفوها حسوا ان بقى في خرس شويه، رغم انهم بيحبوا بعض جدا وشفنا كلامهم مع بعض ازاي، والزوج كان فعلا عذر الزوجه، يعني ما فيش الحمد لله مشاكل، بس في برضه خرس زوجي. فعايزين نسال الدكتور هنا، معنى كده ان احنا بنقول لما الاولاد بتيجي حتى لو بيحبوا بعض قوي قوي بيبقى في قله الكلام او الحاجات دي كلها، فعايزين ننصح نتلاشى ده ازاي؟ نعرف نقول يعني حبوا بعض وما لا نهايه ازاي؟ شوف حضرتك، اتفضل. في البداية خالص لازم ان احنا نقول ان الانسان دلوقتي بيعيش فيما يسمى اقتصاديات اللا دوام. تمام. يعني ايه؟ يعني ايه؟ زمان كنت تبص تلاقي الحياة والعشرة الزوجية بتطول، نسب الطلاق اقل، مش كده؟ اكيد اكيد. عملية الحوار ما بين الزوج والزوجة كان اكتر. قد يرجع ده لجوانب تكنولوجية موجودة دلوقتي، التلفزيون والنت و كل دي بتزود فيما يسمى باقتصاديات الايه؟ اللا دوام. بمعنى على ايام جدتي كويس، لما كانوا يجوا يشتروا الخضار يشتروه في كيس قماش كويس، ويتغسل كيس القماش ويستخدم تاني. انا هقف عند القماش واخد وفاء من الساحل واكمل معاك. ماشي. معانا مدام وفاء من الساحل. اهلا بيك يا مدام وفاء. اهلا يا استاذ هاني، بحيي حضرتك وبحيي البرنامج وبحيي الاستاذ عبير وبحيي الدكتور. انا ليا سؤال بس عند حضرتك كده للدكتور. اتفضلي. حضرتك بتقول يا دكتور المفروض ان يبقى فيه مشاركه في اي برنامج او ماتش كوره او اي حاجه مثلا موجوده، بحيث ان يبقى فيه مشاركه ما بين الزوج والزوجه. نعم. طب افرض ان الزوجه دلوقتي حبت تعمل مشاركه مع الزوج في اي حاجه، او سواء ماتش كوره سواء سياسه سواء اي حاجه، وهو مهما كان برضو الزوج برضو مدي كل اهتمامه للتلفزيون او للبرنامج اللي هو بيتفرج عليه، او اذا كان قاعد قدام الكمبيوتر او
او في حاجه شداه بحيث ان هو ما بيردش برضه على جميع الاسئله بتاعتها او المناقشه اللي هي بتحاول ان هي تفتح حوار معاهم. فده برضه ما بيأثر على يعني بيأثر على نفسيه الست مثلا، ان مثلا هي مديله اهتمام والكلام ده كله، بتحاول ان هي تتكلم معاه او تشاركه في الوقت اللي هو قاعد فيه، لكن بيقول لها مثلا استني طب بس بعد البرنامج ده، طب استني بعد الماتش ده، طب استني مش عارفه ايه. تحس ان مفيش الاهميه للكلام. مثلا يعني تبص تلاقيه اتنرفز او اتعصب او جت كلمته في اي حوار للبيت او مصروف بيت او العيال النهارده عملوا كذا، بحيث ان هي ما بتلاقوش طول النهار في شغله وفي عمله، ويصدق ان هو يجي مثلا برضه الست طول النهار عليها ضغط شغل مثلا في شغلها وفي بيتها وفي عيالها، ما بتصدق الراجل يجي البيت يكلمها كلمه حلوه، يبقى في قعده حلوه. مهما كان برضه الست بتحتاج الايد الحنينه عليها مهما كان، بيبقى عليها تحمل كبير، والراجل كتر خيره بيشتغل وبيبقى عليه تحمل، بس مهما كان لازم يبقى في ألفة ما بينهم، يعني يدوا لبعض مساحه شويه في البيت. فدي اذا كانت الست مش لاقياها من الزوج بتاعها تعمل ايه؟ ايه رد حضرتك في الموضوع ده يعني؟ تمام. بنشكرك مدام وفاء على سؤالك. شكرا ليك. بنشكرك جدا للمداخله. واضح ان الموضوع هي بتحاول وهو ما فيش فايده، وهي شيء طبيعي ان تصاب بالاحباط، يعني ما برضه الطرف الاخر لازم يبقى ايجابي شويه. جميل. جاوبها يا دكتور. ده برضه بيرجعنا الى عنصر الاختيار من البدايه. بمعنى ان في احيان كتير جدا الزوجه تبقى مبسوطه ان هي اللي بتقوله بيحصل قبل الزواج. ايوه. وان هو سايب لها الجمل بما حمل، فهي ده حاجه، وخصوصا ان هي في البيت بتاع الاسره بقى وكان مفروض عليها كذا، وده سايب لها كل حاجه. تمام. فمتعود على كده من الاول، لانه درب على كده من خلال الاسره، فهيجي يسيب لها برضه كل حاجه بعد الجواز. فهي عايزه زي ما كنا بنقول كده القفه ودنين بيشيلوها اتنين، شيل يا عم معايا، لا شيل انتي. طب اكلمك في حاجه ودن من طين وودن من عجين. فهنا بيبقى فيه له اسباب راجعه لعمليه الاختيار نفسه، الانتقاء نفسه. طيب على ارض الواقع بقى، عشان هي ما تلومش نفسها، خصوصا لو متجوزه بقى لها سنين طويله جدا. انا هلوم نفسي ان انا متجوزه بقى لي 20 سنه ولا 30 ولا 5 ولا 10، ان انا ما احسنتش الاختيار. انا قدام مشكله متصدره لي عاوز احلها، وواضح ان ده سؤال مدام وفاء وحاولت معايا وده رد الزوج. تعمل ايه يا دكتور؟ والله ممكن هنا استخدام بقى الولاد بدم خفيف كده. بمعنى يعني الابن يروح يقعد مع الوالد، المهم ان هو ما يروحش المشكله. تقول له مثلا اسال بابا في كذا، ان شاء الله تكون حاجه حتى هي عارفاها، هزار خطه مثلا، كنوع من انواع ان هم يجروه في الكلام. انا خدت على اني خلاص مش عايز اتكلم، عمليه التواصل. ودي اشبه بالاطفال الاوتيستيك. انت عارف طفل الاوتيزم الخلل الاساسي عنده هو في عدم التفاعل الاجتماعي، مفيش تفاعل مع الاخر. وكانوا عملوا تجربه ظريفه جدا، كانوا بيقولوا من بين الاسباب اللي قيلت ان الطفل هنا السبب ان الام ما بتتكلمش، اللي هو هنا عمليه الزوج ما بيتكلمش. انا عايز ان هي بناخد ده وتعمله على العلاقه ما بين الزوج والزوج. فلقوا ان صوروهم فيديو، لقوا ان الام اللي عندها طفل بيعاني الاوتيزم وشها متجهم، مفيش تواصل، والام اللي عندها طفل عادي قاعده بتلغيه. فقالوا بس يبقى السبب هو ايه؟ السبب ان الام ما بتلغيش الطفل، فالطفل بيعاني الاوتيزم. طب فعملوا يا دكتور عايزين تبادل ادوار للناس. كلمه الاوتيزم دي بمعنى ايه؟ لان في بعض الناس اللي بيطلق عليه الطفل التوحدي. منطوي يعني نعم. هو شويه فوزها يعني بيبقى حاسس بوحده دايما. بالظبط كده. فهنا قاموا عاملين تبادل ادوار. بمعنى ايه؟ جابوا اطفال الامهات الاوتيزم ادوهم لام عاديه بتلاغي، تمام، وكانوا مصورينها وهي بتلاغي، وطفل عادي مع ام لطفل اوتيزم، وبداوا يصوروا من جديد. لقوا ايه؟ لقوا ان في البدايه الطفل اللي هو العادي لما راح مع ام لطفل اوتيزم
قعد يلغيها، عينيه بتلغيها، واخد على الكلام. ابتسامه، فبدات هي رخرة ايه؟ تلغيه، تستجيب. يبقى في حوار ما بينهم كويس. الله، يبقى الخلل ما كانش منين؟ من من الام. ده الخلل منين؟ من الطفل، من التواصل نفسها، شكل التواصل. العمليه هنا عايزه محاوله، وكل واحد فينا على فكره له مفتاح. كل انسان في الدنيا له مفتاح. لو المفتاح ده زاد سنه او قل سنه مش هتعرف تفتح الباب. لازم يبقى بالظبط. ده عايزه دراسه بقى جامده. فهي هنا بتبقى المفتاح ده السنه الزياده والسنه النقص في ايه بقى؟ في الظروف الحياتيه المحيطه. يعني ما تجيلوش مثلا وفي هجمه خطيره وهو مركز قوي فتيجي تكلمه، لا ده هنا بقى ايه؟ هيحصل خرس ونص وثلاث. طب هنا حضرتك في حته انا عايزه اقولها لحضرتك. نعم. بالنسبه للعصبيه، حضرتك بتقول لما يكون الزوج متعصب او متنشن في حاجه بالتالي الزوجه ما تجيش عليه. بالزبط. طب حضرتك دلوقتي لسه كنت قايل ان يجب ان الزوجه يعني تبقى مع الزوج في اللي هو بيحبه، يعني مثلا لما بيتفرج على ماتش فالزوجه بتبقى عايزه تيجي بتكلمه في الحاجات اللي بيحبها، حاول تحسسه بالمشاركه بس في وقت المناسب. طب ما في ازواج في بعض الاحيان بتبقى عصبيه قوي يا دكتور، ما بيبقاش في وقت مناسب بتعرف الزوجه تجيبه، فالحل معاهم ايه دول؟ يعني ما عندوش وقت مناسب خالص. لا حقيقي في ده رخم ده. طب نعالج الرخم ده ازاي؟ لا يبقى هنا محتاج، لا في فعلا في بعض الناس محتاج هنا بقى لعمليه ارشاد اسري يعني. ازاي بقى حضرتك ممكن تتعامل ازاي معاه؟ يعني في العمليه ديت مثلا تبص تلاقي الزوج، انت ما بتكلمش مراتك ليه؟ اصلها نكديه ودايما مكشره ودايما قاعده بتتكلمني في الطبيخ وفي الكنس وفي الهموم وشايله الهموم الدنيا ودايما مبوزه على طول مشاكل. فنيجي مثلا نقول له ايه؟ طب يعني ما فيهاش حاجه حلوه ابدا. تمام. فيبتدي يقول ايه؟ الله واخده بالها من عيالي. طب ما فيش حاجه كمان؟ والله والحق يقال لما ببرك باعيه ابص الاقيها في حاجات حلوه اهي مستخبيه. طب يعني ما فيش حاجه ثالثه؟ هيلاقي. نبص نلاقي بنعيد تكوين ادراكه لهذه الزوجه من جديد. كويسه. لان اللي بيحركنا مش الحدث. تمام. اللي بيحركنا دايما في العلاقه الانسانيه هو ادراكنا لهذا الحدث. لو انا مدرك الحدث بشكل كويس ابص للزوجه من الشباك اللي بيطل على النيل، اللي بيطل على الجناين. انت عايز تشوفها اشوف الحاجات الجميله فيها واشوف الحاجات الحلوه. تمام. لو متضايق منها ابص بقى من شباك المنور. طيب يعني واضح من كلام الدكتور إلهامي اعزائي المشاهدين، عشان بس وقتنا بدا يداهمنا فخلونا في عجاله سريعه، لان انا جايب الاسئله الاهم والاكثر قوه وسخونه مع الدكتور إلهامي كما اتفقنا في بدايه حلقتنا، ان الفكره ان انت عاوز تشوفها ازاي او انت عاوزه تشوفيه ازاي. محدش هيغلب اعزائي المشاهدين انه يحاول يكره نفسه في حد او يوجد له سلبيات او تحفظات. بمعنى اصح لو عاوز اشوفك وحشه هخلق مليون مبرر يبان بالنسبه لي منطقي ان انت مقصره في حقي وان انت غلطان. وانت كمان لو عاوز تفكر تشوفها وحشه مش هتغلب ان انت تدور في سلبيات هي بتعملها، لكن لو عاوز تدور على الجزء الايجابي والجزء الحلو اللي فيها زي ما قال الدكتور إلهامي هتلاقي. المهم انت بتخلق لنفسك اي مبرر وبتشوف الامور من نظارتك انت ازاي. خلينا بقى نطلع من الرمال زي ما بيقولوا ونتكلم بصراحه مع الدكتور إلهامي. دكتور إلهامي، حاولت مره واثنين وعشرة وهو كمان حاول مره واثنين وعشرة، الزوج يتعدل شويه او يظبط الدنيا وبعد فتره معينه يرجع تاني الفتور والملل وانعدام لغه الحوار الى اخر هذه الكلمات، ونفس الشيء بالنسبه للزوجه، مما يضطر كلا الطرفين احدهما او كلاهما لخلق عالم افتراضي لنفسه انه يدور فيه على ضلته. الانسان منا عباره عن ايه؟ شويه مشاعر واحاسيس ورغبات وانبساط وضحك وبكاء الى اخر هذه الكلمات. دورت معاه وحاولت مفيش فايده، هو المطبخ والفلوس والعيال والبيت الى اخر هذه الكلمات. وهي كمان جربت ومفيش فايده، ما بيهتمش بيا وبيهتم بشغله وبيهتم باموره وبيهملني خالص، فخلقت العالم الافتراضي. سواء بقى العالم الافتراضي ده لا قدر الله علاقه غير مشروعه او حتى انترنت او تلفزيون او صاحبتي او اختي او صاحبي او ايا كان سواء للراجل او للست، وبعد تماما عن البيت. وهنا بقينا على حافه الهويه والسقوط الاخطر. هاخد الاجابه وتحللها لي بصراحتك المعهوده بعد ما اسمع راي حسام معانا. طيب معانا الاستاذ حسام.
استاذ حسام اهلا بيك. الو. ايوه يا استاذ حسام اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي يا استاذ هاني للبرنامج الو السلام عليكم. اتفضل سامعينك يا استاذ حسام اتفضل. معاك يا استاذ حسام. بحب بهني البرنامج وبحيي حضرتك يا استاذ هاني والاستاذ عبير وبحيي الضيف اهلا وسهلا الكريم. بيك. اهلا بيك. وطبعا برحب بيكم طبعا، وبحب طبعا ان انتم بتتكلموا في موضوعات هامه تهدف يعني في الايام دي حل الموضوعات ما بين الشباب والزوج والزوجه. طبعا ده موضوعات هامه ومهمه طبعا، يعني في حلول طبعا كتير حضراتكم بتناقشوها والضيف الكريم طبعا بيناقشها مع حضراتكم. وطبعا وتحياتي ليكم، واتمنى طبعا اللي جاي ان شاء الله الموضوعات اللي جايه باذن الله تكون اهم واكثر باذن الله طبعا، واتمنى النجاح ان شاء الله. بشكرك يا استاذ حسام، بنشكر حضرتك جدا على المداخله وعلى متابعتك لينا، وهي دي الرساله ان شاء الله في الفتره اللي جايه على شاشه العروبه بمختلف البرامج اللي بنقدمها سواء كان البيت والشارع او كل البرامج. المهم جدا اعزائي المشاهدين في الماده الاعلاميه اللي بنقدمها ان يبقى في رساله، في هدف بعيد بقى عن جو في السياسه. حلول ان شاء الله برضو للمشاكل اللي احنا بنواجهها، ده بالزبط. اساس البرنامج بتاعنا يعني. واجابتك يا دكتور بقى معانا. شوف حضرتك، الحب كما يقول الفلاسفة هو المخرج من اللا وجود إلى الوجود. يعني الإنسان إذا افتقد الحب، وخصوصا وحط بقى مع خصوصا دي تحتها 100 خط، مع المقربين له، بمعنى الزوج أو الزوجة من الممكن إن هو يكون نظرة الآخرين له سيئة جدا، كويس؟ لكن الزوج اللي داخل بقرطاس اللب مراته تقول له ايه؟ ربنا يخليك لينا، ده انت مش حارمنا من حاجه. فهنا تشعره بايه؟ بالاهتمام بكيانه، تشعره بقيمته. هو لما يدخل كده الله ينور عليكي، احنا مش عارفين بس من غيرك كنا عملنا ايه. ها؟ ربنا يخليكي لينا وللولاد ودايما مهتمية بيهم. دي عناصر تدعيم للعلاقة عشان العلاقة تستمر. أي إنسان حينما يثاب، والإثابة مش بس إنك أنت تجيب هدية بداية من الوردة، لكن بتعمل حاجات كتير. الكلمة الطيبة صدقة. أكيد. كويس؟ فهنا عملية ان هي تشعره بحبها، تعبر له عن هذا الحب، وهو ايضا يعبر لزوجته عن هذا الحب. هنا بقى يبقى حطينا الدعامات الاساسية حتى لا تحدث تبادل الحب والكلمات. لكن اذا شعر كل منهم تجاه الاخر بالفتور هيبتدي يدور على الكلمة الحلوة بره البيت. تمام. اي حد بقى هي ده مبرر من وجهه نظرها بالظبط، ده منطق. مهمله. وكتير من الزوجات او كتير من الازواج خلاص بقى يعني ما خلاص بقى احنا بقى لنا 10 سنين يعني كفايه حب بقى. وخصوصا حتى ان في الاعلام تبص تلاقي حاجات دمها خفيف، يعني كل الافلام تخلص ايه؟ ان الحب انتهى بالزواج. طب وبعد الجواز ايه؟ خلاص بقى ما اتجوزوا يعني خلاص بقى اتجوزوا وخلصنا. كويس. لكن عملية انك انت تحافظ على البيت لابد ان كل واحد فيهم يشعر الاخر بايه؟ بهذا الحب. فبقول لك ان الانسان ممكن يكون، الزوج ممكن يكون مرفوض من كل الناس بره، لكن طول ما شعر بان مراته بتقدره، ولاده بيقدروه، ابوه اللي هو الدايره الضيقه، اذا شعر من خلالهم بالتقدير، إذا شعر من خلالهم بالمكانة، هيبقى سبع البرومبا. ومش هيبقى عنده منطق ان حتى لو بيفكر يشاور على لا ده انا جوه البيت ما فيش منطق ان انا اسيب الجمال ده. انا هنا الملك المتوج. عايزين برضه نقول حاجه عشان وقتنا معانا دقيقتين. اتفضل علي. طب كنت سؤال بس كده سريع، طب الزوج لما بيدي لنفسه الحق في انه يخون الزوجه رغم ان الزوجه موفره له كل الاسباب وكل الحاجات، نقول له ايه يعني؟ برضه ننصحه بايه؟ هتبقى موفره له من وجهه نظرها. يعني هنا العمليه بتبقى بالفعل موفره له، وهو بيحس ان هو بيبقى عايز تغيير رغم انه في كل حاجه، بس بيبقى حاسس انه في تغيير افضل او حاجه اكتر. واصل سؤال؟ في دقيقه يا دكتور. شوف انا هحاول الاجابه في دقيقه. اتفضل.
اولا الثقه المطلقه مفسده مطلقه. تمام. كويس. تمام. يعني انك انت خلاص بقى مغمضه خالص، لا ما تغمضيش خالص. ثقي لكن برضو خلي عينيكي ولو من بعيد. خليكي واعيه. تمام. دي نمره 1. نمره 2 زي ما قلنا الحب والكلام ده كله. نمره 3 دي بقى على الامهات وهم بيربوا ولادهم. لما تشوف ابنها وهو بيعاكس بنت في التليفون ولا بيعاكس واحده، ما تقولش عيب يا واد، وكانها بتشجعه تقول له شد حيلك يا ابني. لكن لما تشوف البنت بتقطع رقبتها. فبرضه دي ترجع الى كيف ننشئ ابنائنا من البدايه، ازاي ان المجتمع يعني بيتسامح لدرجه الفوضى مع طبعا الشباب اللي هم الشباب الرجل، ولكنه لا يتسامح قدر اموله مع تمام. احنا للاسف وقتنا ضيقنا بسرعه الدكتور الهامي، واعتقد ان حجم الملف اللي فتحناه مع سيادتك النهارده او موضوعنا يحتمل حلقات كتيره ويحتمل كلام كتير، بس عفوا احنا للاسف مرتبطين بمواعيد هوا، ففعلا احنا سعيدين جدا بكلام حضرتك النهارده، مع موعد اكيد بلقاء تاني دكتور الهامي. فان شاء الله انا يعني اخد وعد من سيادتك على الهواء ان انت شرفنا ونكمل مع بعض الملف المهم ده. طيب اعزائي المشاهدين، شفتوا معانا في ختام حلقتنا النهارده في عجاله هناك الخرس الزوجي او العلاقه الزوجيه ما بين الفتور والنفور 3 حاجات، في اسباب وفي اعراض وفي حلول. خليني كده في عجاله مع زميلتي عبير اختم مع حضراتكم ان اعراض الخرس الزوجي وطرق علاجه بتتمثل في ايه؟ ان مرحله الفجوه والخرس الزوجي هي مرحله طبيعيه يمر بها الازواج بعد فتره من الجواز، يعني اللي بتعيش الحاجات دي ما تستغربش نفسك، ده طبيعي ان انت تمر بيه. كمان ان يبقى في الاهمال المتعمد وغير المتعمد من احد الطرفين او كلاهما، ده من ضمن الاعراض، ونسيان المواقف الجميله اللي بتطنش عيد الميلاد وعيد الجواز، والبحث المستمر عما يخطئ فيه الطرف الاخر. كمان في الشعور بان الطرف الاخر لم يعد يشكل اهميه له ووجوده زي مثله، ده احساس بتخلق مشاعر سلبيه جدا عند كلا الطرفين، وعدم القدره على تاصيل الثوابت وزراعه المساحات المشتركه، ودي قالها لنا بشكل قوي جدا الدكتور. وفي نفس الوقت برضو اهتمام الاطفال ما يخليناش برضو ما نهتمش بجوزنا، والعكس بالعكس، فلازم نهتم بكل حاجه في البيت، سواء البيت نفسه او الاطفال نفسهم او الزوج نفسه، طبعا الكلام للاثنين، لازم نهتم بكل حاجه، نقول كلمه حلوه الزوجه تقولها الزوج يقول، نبقى مع بعض زي ما الدكتور قال لنا برضو في الحوار بتاعنا، القفه ام ودنين بيشيلوها 2، يعني لازم يكون في تفاهم في كل شيء، وخصوصا لو احنا عايزين اولاد فعلا ناشئين صح. تمام. وبمناسبه القفه ام ودنين يشيلوها 2، يجب ان يبتعد كلا الزوجين عن بعضهما لفتره محدده يتفق عليها، بتساعد في اشعال الشوق والشعور بالحاجه الماسه المشتركه والمتبادله. يا اللي عاوزه حلول يا اللي عاوز حلول، اسمع الكلمه السريعه اللي بقولها لكم. التمتع باجازه طويله بعيدا عن المكان الذي يعيشان فيه. الاثنين على المراه مساعده زوجها في التعبير عن حبه، وده كلام قاله لنا الدكتور الهامي، لان بعض الرجال لا يعرفون السبيل لذلك، يعني هو عاوز يحبها بس مش عارف يعبر، فانت ساعديه. الحوار المستمر حول مستجدات الحياه ومكاشفه كل طرف للاخر عما يدور بداخله، ما تبقاش جواكي حاجه او جواك حاجه وخليها في نفسك، قول لها ايا كان الكلام. وفي نفس الوقت برضه هاني لما تكون هو متعصب هي لازم تستحمله، ما تدقش يعني ما تخلوش على طول انت متعصب فانا كمان هتعصب، لا لازم تشيليه شويه. وفي نفس الوقت ودي بقى نصيحه مني لكل زوج، ايوه زي ما انت عايزها تشيلك لازم انت تشيلها، هي انسانه زيها زيك، يعني العصبيه زي ما انت متعصب هي بني ادمه اكيد في حاجه بتعصبها، ليه بتسمح نفسك ان انت تتعصب وهي ما تتعصبش؟ شيلها وهي متعصبه، عشان لما انت تشيلها وهي تشيلك اولادك هيتعلموا منكم التفاهم، واهم حاجه لما يكون في تفاهم اكيد بيبقى في اسره سعيده متكامله بيطلع منها نشء جميل جدا، ويعني وده الاهم طبعا في برنامجنا وبرنامج من البيت والشارع. اسمحوا لي في نهايه حلقتنا النهارده من البيت والشارع بشكر جدا جدا دكتورنا اللي نورنا النهارده الدكتور الهامي عبد العزيز، استاذ علم النفس بجامعه عين شمس. بشكرك دكتور الهامي ونورتنا. وانا شخصيا برضه استفدت بحوار حضرتك جدا وبشكر حضرتك واتشرفت بيك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من البيت والشارع. الاسبوع الجاي السبت القادم موضوع اكثر اهميه وسخونه وبرضه من قلب الشارع المصري. استنونا دايما من البيت والشارع، المشكله والحلول. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج من البيت والشارع. السلام عليكم. سلام.